الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت منزله صوره لتورته الجيلي، ماشي؟ فكتير سالني الطريقه، انا ما كنتش مصوره الطريقه بصراحه. فانا ايه الكيكه المعتمده اللي انا بعملها كل مره ده هنزلها لكم. انا كنت منزلها قبل كده في تورته الرافاييلو. انا دلوقتي هقول لكم ازاي انا عملت تورته الجيلي. انا صينيه ديت قد بتاعه الكيك بالظبط، يعني لازم الصينيتين تبقوا قد بعض. ديت قطعت فيها موز وتفاح وعنب اللي عندك حطيه. خلاص. ودوت جيلي اهوت انا مدوباه بكوبايتين ميه سخنين على باكوين جيلي. خلي بالك، كوبايتين ميه سخنين بس على كوبايه ميه بارده، بس كده. هنا كده انا خلصتهم اهوت. هحطهم ده ايه في الفريزر. وهنا بقى الحبه ده هم انا هسيبهم على جنب، هسيبهم الكيك. ماشي. المره دي بقى مش هنسقي الكيك لبن، لا، هنسقيهم جيلي. وهقطع فيها شويه فاكهه عشان تبقى مع الكريم شانتيه وكده. خلاص. بصوا بقى، دي طريقتي في الكيك المعتمده. كل حد ياكل عندي كيك او تورتايه يقول لي انتي عاملاها ازاي. شو بقى، انا هعمل النهارده تورته الرافايلو. خلاص. ديت 3 بيضات. اي تورته اي حاجه اعملها بالطريقه دي صدقيني هتندميها كانك جايباها من الشارع بالظبط. ده 3 بيضات، ممكن تحط بيضتين وحبة فانيليا. شوفوا، كوباية 3/4 كوباية سكر. عارفين بقى المضرب الكهربائي تخليها لغاية ما تخليها بيضة. شوفوا بقى يا جماعة، ده بقى هنحط ايه، معلقة كده من اللي هو محسن كيك جيل فيها، وهنضرب ايه ضربة حلوة كده وارجع لكم. شوفوا بقى يا جماعة، انا حطيت هنا كوباية دقيق اهي. هنحط عليها نص كوباية دقيق تاني بعد ما خلطت اللي هو المحسن الكيك. يبقى كده كوباية ونص دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر. هنخلطهم خلطة كويسة. بعد كده بقى دي كوباية من اللبن الدافيان دافيان. وهنبتدي ان احنا ايه نخلطه في بعضه دافيان، يعني مش سخن. يا جماعة شوفوا، انا وصلت للطريقة، شوف جميلة ازاي. انا بقى دهنت صينية سمنة. هنبتدي بقى ننزل الخليط كده، وطبعا الفرن شغال وسخن قبلها من قبل حتى ما ابتدي. هنا بقى نبتدي ندخلها الفرن. لما تطلع هوريها لكم. تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه عما هي تطلع. دي الكيكه بعد ما طلعت انا حطيت عليها لبن كده، ده قشطه اللبن معلش بقى. اهي بعد ما طلعت. هنا بقى انا عملت ايه كريم شانتيه. حطيت عليها شويه جوز هند. كريم شانتيه العادي لبن مسلك، شويه سكر كريم. انا بجيبه كريم شانتيه سايب. معلقتين لبن بودره عليهم وضربتهم اهوت. حطيت عليهم 3 معالق جوز هند. هضربهم ضربه كويسه. يا جماعه انا فريتها اهيت. هدخلها بقى الفريزر لغايه لما بصوا الكريم شانتيه ده هو يجمد، لان انا هعمل عليه شوكولاته بيضه. ف يعني لازم يبقى جامد، لان ما كانش الشوكولاته البيضه تدخل مع الكريم شانتيه. فاحنا لازم ده يجمد شويه كتير. هنسيبه في الفريزر شويه. بعد كده هنعمل الشوكولاته البيضه وحبه لبن صغيرين ونحطهم عليه. شوفوا بقى يا جماعه، ده الجيل اهو بعد ما مسك. وانا عملت كيكه اللي انا بقول لكم عليها، قسمتها 2. هناخد بقى جزء من ده هنحطه هنا. يعني هاخد دي هحطها فوق اللي هو المتجمد ده اهو كده حطيتها. هنبتدي بقى نسقيها. يا معلش اتفرفطت مني عشان لسه سخنه. على فكره انتوا ممكن تعملوها بكيكه بايته، يعني لو كيكه بايته عندك تقطعيها وتعمليها بالمنظر ده، مش لازم يعني تبقى مستويه. وهنا الجزء التاني اهي اهو. كل ده هنسقيه. هنبتدي بقى انا حاطه كده فاكهه فيها. نحط كده الفاكهه عليها كلها. هنا بقى انا عامله كريم شانتيه اهوت. لبن بودره سكر. انا بجيب كريم شانتيه اللي هو السايب، ما بجيبوش الاكياس. فبحط عليه معلقتين سكر لانه ما بيبقاش يعني مسكر. هنبتدي بقى نسويها كده ونحط عليها الجزء التاني اللي هو بقيه الكيكه بس. هي خلاص على كده. هنبتدي بقى انا كده دخلتها كده. هنحطها بقى في الفريزر مدة حلوة، يعني ساعة كده، ساعة ونص على حسب. وبعدين نطلعها نسيبها على جنب تهدى. ونحطها على النار كده دقيقتين بالظبط.
ونروح قلبينها في صينيه اكبر او في طبق كبير. يعني هبقى معاكم بقى وانا بقلبها، بس ايه هدخلها الوقت الفريزر. يلا بألف هنا عليكم، وتعالوا بقى نشوف في الاخر هتطلع ايه. وبقى يا جماعه هنعمل بقى طبق كده عليها، والان مع المفاجاه الكبرى. فايزة اه، شوف كده، بسم الله بسم الله. ايه رايكم؟ ان طبعا ده يعني ايه، حاجات التلفيات دي مطرح الحر وكده، بس تحفه صح؟ ايه رايك؟ فهمت. يلا يا جماعه تعالوا بقى نقطعها. انا مش قادره بقى اقول لكم على الحلاوه دي، يا لهوي بقى. شايفين بقى الجمال؟ شايفين بقى الحلاوه؟ يلا بقى اسيبكم عشان ايه، اروح بقى اعمل كوبايه قهوه، كوبايه شاي، اعمل اي حاجه بقى كده ونروق بقى الدنيا. يلا الف هنا عليكم، جربوها، هنزل لكم الطريقه جربوها. يلا باي باي.